أهلا بكم. تخيلي إن دعوة بتدعيها ممكن تكون سبب في هلاكك أو هلاك حد بتحبيه. أيوة زي ما سمعتي. في تفصيلة صغيرة لو نسيتيها في دعائك في يوم عرفة ممكن تندمي عمرك كله. أنا سيلة، والنهاردة هحكي لكم تجربتي كاملة مع يوم عرفة اللي فات، وإزاي دعواتي اتحققت، وإيه الغلطة اللي ناس وقعت فيها وكانت نهايتهم صعبة. قبل عرفة الجاي بأيام عملت الفيديو ده مخصوص علشان تلحقي تجهزي نفسك صح. هقولك كنت بعمل إيه من الفجر للمغرب، إزاي قسمت دعواتي في ورقة، وإيه الدعوات اللي ربنا استجابها لي، والأهم إيه الجملة اللي لازم تضيفيها لدعائك علشان تضمني إنه يجيكي بالخير مش بالابتلاء. أول حاجة بعملها قبل عرفة بأيام بجيب ورقة وبقسمها لأربع أقسام. ليه؟ علشان دماغك ما تتشتتش وتدعي بكل حاجة نفسك فيها بتركيز. بعمل جزء للعلاقات، لو عندك مشكلة مع جوزك أو أهلك أو صاحبتك اكتبي يا رب اصلح ما بيني وبين فلانة. الجزء التاني يخص الدنيا، يعني لو عايزة تطلبي من ربنا حاجات تخص الدنيا، يعني محتاجة فلوس أو وظيفة أو زواج أو عايزة تخلفي أو عايزة تسافري أو شفاء من مرض لا قدر الله، كل اللي قلبك فيه ومحتاجاه في الدنيا حطيه في الجزء ده. في بقى الجزء الخاص بالنفسية، يعني تحطي في الجزء ده مثلا صفة عايزة تغيريها فيكي، عصبية، تسرع، خوف، عدم ثقة بالنفس، أي حاجة خاصة بشخصيتك مضايقاكي أو في حد دايما بيعيبلك عليها وانت اتضايقتي منها وعايزة تخلصي منها. الجزء الرابع هو الخاص بالدين، يعني تطلبي من ربنا لو عايزة تتدبري القرآن، عايزة تقربي من ربنا أكتر، عايزة تعملي عمرة أو حج، عايزة ربنا يغفر لك الذنوب، عايزة مثلا رؤية فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كل حاجة تخص الدين والآخرة تحطيها في الجزء ده. الورقة دي كنز يوم عرفة، بتخليكي ما تضيعيش ثانية. نيجي بقى لليوم نفسه بنعمل فيه ايه. يوم عرفة الحمد لله كلنا بنبقى صايمين. بعتزل الناس والموبايل تماما اليوم ده، لا للرغي ولا للحكاوي ولا لأي شيء. بعمل فيه ايه؟ ببدأ بتاج الذكر، كلنا عارفينه طبعا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بقوله 100 مرة. بعدها بدعي بالأدعية اللي بحبها، وانتوا ادعوا بالأدعية اللي بتحبوها. لو عايزين أعمل لكم فيديو ايه الأدعية اللي كنت بقولها بالتحديد هقولها لكم. بفتح الورقة وبكلم ربنا وبفضفض باللي جوايا كله. بفضل أقول لربنا أنا عايزة الحاجة دي وأحكي مع ربنا بالتفصيل. يعني فضفضي بكل اللي انت عايزاه مع ربنا، كلميه باللغة العادية بتاعتك وتكلمي في كل تفصيلة. وبعد ما تخلصي استغفري شوية وصلي على سيدنا محمد، وعايزة ترتاحي ثواني ارتاحي وارجعي اعملي اللي انت بتعمليه ده تاني. مفيش حاجة تشغلك عن الموضوع ده غير الصلاة، ان كل ما تسمعي أذان تقومي تصلي. صليتي الفجر، تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، ما بتعمليش حاجة غير كده. نيجي للدعوات اللي ربنا استجابها لي. الحقيقة هي في دعوات اتحققت ودعوات لسه، وإن شاء الله واثقة إن ربنا هيكمل لي بقية دعواتي لكن في الوقت المناسب. أول دعوة اتحققت بعد العيد بكام يوم، وكنت بدعي فيها من رمضان 25. تاني حاجة، في حاجتين كنت عايزاهم جدا، واحدة اتحققت بعد 4 شهور من عرفة والتانية بعد 5 شهور. الدعوة الرابعة بقى دي كانت فظيعة، كانت مشكلة بقالها سنين تعباني جدا ومسببالي ضيق مستمر. الأول كنت بدعي يا رب نسيهاني علشان أعرف أعيش، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته نسيهالي وعشت مبسوطة، وربنا سبحانه وتعالى حققها لي في رمضان 26. واكتشفت إن تأخير السنين دي كان أكبر نعمة، لأن ربنا كان بيغير فيا أنا الأول حاجات. الحاجة دي لو كانت اتحلت من سنين بنسختي القديمة كانت هتتعبني أكتر. ربنا ساعات بيأخر عليك الاستجابة علشان يجهزك انت الأول، ويجهز الظروف علشان لما تاخد الحاجة تعرف تحافظ عليها وتكون خير ليك. طيب في حتة عايزة أتكلم فيها عن اليقين. في ناس بتسأل السؤال ده كتير، تجيب منين يقين 100% إن دعوتها هتستجاب وإن ربنا هيديلها الحاجة اللي نفسها فيها؟ الناس دي بتقول السؤال ده ليه؟ لأنها بتسمع ناس كتير يقولوا إن كان عندهم يقين 100% واتحققت حاجتهم، وهم بيبقوا مش عارفين يعملوا اليقين 100% ده، فبيحسوا بإحباط. طيب الناس دي هنرد عليهم بحاجة.
الناس دي مش بيبقوا عارفين يحققوا اليقين 100%، لأن الشيطان بيجي يقول لهم حاجة من الحاجتين: يا إما بيقول لهم ربنا مش هيديكوا الحاجة دي علشان غضبان عليكم وبينتقم منكم بذنوبكم، يا إما بيقول لهم يمكن الحاجة دي مش مكتوبة لكم أصلا، وساعتها مش بيعرفوا يدعوا بيقين. طب الحل إيه؟ الحل إنك تدعي ربنا يرزقك اليقين نفسه. قول: يا رب ارزقني حسن الظن واليقين إنك هتستجيب لي في الحاجة اللي أنا عايزها وهتدهاني، لأن يا جماعة اليقين ده رزق وتوفيق من ربنا مش بشطارتك. وصلنا دلوقتي للنقطة الأخطر، وصلنا لأهم جزء. بالله عليكم ركزوا، لازم تقولوا يا رب ارزقني الحاجة دي بالخير وبالعافية. ليه بقى؟ هحكي لكم قصتين باختصار. القصة الأولى: في شيخ كان بيحكي إن واحدة فضلت تدعي ربنا إنها عايزة إن ربنا يرزقها 3 مليون جنيه. ربنا سبحانه وتعالى فعلا استجاب لها، بس الفلوس دي جات لها دية عن موت ابنها. القصة التانية: واحدة فضلت تدعي بوظيفة 16 سنة. أول يوم شغل وهي راجعة خبطتها عربية وماتت. القصص دي خلتني أفكر كويس جدا إزاي أدعي ربنا. من ساعتها أي دعوة بدعيها بقول يا رب بالخير والعافية، لأن إحنا يا جماعة ما نعرفش الخير فين. ممكن تطلبي فلوس تجيلك بمصيبة، ممكن تطلبي جواز يكون فيه عذابك. أسفة لو طولت عليكم، بس كان لازم أحكي بالتفصيل. أنا عملت الفيديو ده بدري علشان تلحقي تحضري ورقتك وتجهزي قلبك لعرفة الجاي. ادعي بكل اللي نفسك فيه، بس ما تنسيش بالخير والعافية. ربنا يحقق لكل واحد فيكم اللي بيتمناه بالخير والعافية يا رب. اكتبولي في التعليقات ايه أول دعوة هتكتبها في ورقتك السنة دي، وما تنساش اللايك والشير، يمكن كلمة هنا تكون سبب في نجاة حد. أشوفكم على خير. شكراً.